واحنا صغيرين تحديدا انا يعني كشخص كنت فاكر ان اي حد معاه مفاتيح كتير بقى في بتقعد تشخلل كده في الرايح في الجاي، فهو حد مهم معاه مفاتيح بقى ماشي عمال يشخلل. هو اكيد بقى عنده شقه وعربيه وخطه ل5 سنين قدام هتبقى ماشي ازاي. كل ده في مفاتيح يا باشا. وبعد ما كبرت فهمت انه انا معايا مفاتيح، والله استنى، معايا مفاتيح مفتاح الشقه ومفتاح المدخل ومفتاح لوكر الكليه وفاس، معاه فاس. ولما كنا صغيرين كنا فاكرين انه خلاص انت اول ما تكبر هتبقى فاهم بقى واعي ايه اللي بيدور في الدنيا دي. انت شايف بقى الناس الكبيره بتروح الشغل بتيجي من الشغل معاها فلوس دايما، فانت فاكر انه خلاص انت هتكبر في فلوس في شغل في كل حاجه قدام، انت شايف الدنيا ورديه. وحرفيا حرفيا الفرق ما بين ان انت وانت صغير وانت كبير دلوقتي ان انت طولت وتخنت، بس مفيش اي حاجه، نفس كل حاجه. وانت صغير كان الشارع بالنسبه لك هو ده، هو عالم بقى، هو ده العالم بتاعك، دولتك المستقله. والديكتاتور الوحيد اللي كان بالنسبه لك اللي كان معاك كور، عيل الكلح التخين ال 100 سم في 100 كيلو اللي معاك كوره، ولو الكوره مش موجوده ممكن نلعب بيه. يعني كان بمزاجه، وانا هلغي الكوره، انا هلغي الدور النهارده، انا تخين او هلغي الكوره ومحدش هيلعب. وفي الاغلب هو كان مكروه بس محبوب، يعني ما فيش حد تاني معاه كوره، ما فيش حد تخين فشخ كده ممكن نستبدل الكوره بيه. وقت توزيع الادوار في البتاع ده، فانت بتقعد ايه، بيبقى في صاحب الكوره وصاحب الكوره، ويقعدوا بقى يعملوا فريقين، ويقعدوا بقى انتوا المفروض انت وباقي العيال قاعدين كده، بتبقوا قاعدين كانكم في حجز. هو يقول والله انا اخترت محمود، التاني يقول والله اخترت كريم، تقعد انت بقى الموضوع يصفي عليك انت وعيل عنده حساسيه على الصدر قاعد جنبك. في كل المردغه اللي بتحصل دي تلاقي مره عيل فتح سبرنت وراح انا الجون، وراح ماسك الكوره، يلا بقى وريني الشطاره، انا قلت انا الجون، ايه هتعمل معايا ايه؟ حاسس الحلقه ديت بالنسبه لي هتبقى نوستالجيا اكتر من ان هي بقى نكت ومش عارف ايه وبتاع. فالمهم تلعب في الشارع، ومره واحده خلاص ما كانش في وسيله اتصال، ما فيش اي حاجه، وانت بتلعب على بعد 5 كيلو 5 متر، ما كنتش تعرف ايه الكيلو ده اصلا، 5 متر من بيتك. مره واحده الساعه تدق 6، كل الامهات بقى تطلع من الشبابيك ومش عارف ايه، محمود يوسف كريم، كل واحد عارف صوت. اليوم نفسه عامه كان طويل. تصحى الصبح قدامك حاجتين، تصحى مثلا تتفرج على الكرتون، تشغل تلاقي بارني، تكسر التلفزيون وتنزل بقى، لو في عندك مدرسه تروح مدرسه، لو ما عندكش مدرسه تنزل تشوف لك صنعه ولا حاجه لحد ما بارني يخلص، وبعد كده ترجع تاني. انا كنت من الاطفال بتاعت سبيس تون وبقى قناة شباب المستقبل والكلام ده كله. فكان في مورالز بقى، كان في بقى قوة الصداقة بقى ومش عارف ايه وانا ما كانش عندي صحاب عامة وانا صغير. اول صديق ليا كان في اعدادي تقريبا على سكايب. ما كنتش دحيح، انا كنت دحيح ولا كان عندي صحاب في الشارع. فكنت بعمل حاجه غريبه فشخ وانا صغير، كنت بعمل ده، او كنت بتعلم لغه البرمجه HTML. انا كنت شغال على سينما 4D من 11 سنه على كمبيوتر ما فيهوش بروسيسور، والكمبيوتر شغال بلوحه معدن، بحط اللوحه كده خلاص، شغال بشريط نحاس تقريبا. وبسيره الكمبيوتر عامه، هو كان عندي في الاول خالص اللي هو كمبيوتر العيله ده اللي كان في السعوديه، كان اسمه كمبيوتر صخر. استنى القط بينام، قوليلي قوليلي. المهم يعني انت كنت بتشغل الكمبيوتر وقتها. انا كنت فاكر ان انا ساعات كنت برندر الفيديو بتاع ماينكرافت في يوم تاني. وقتها ما كنتش بحفظ جداول ضرب، ما كنتش بعرف حاجه في الرياضه عامه، بس كان عندي استعداد ان لو حد قال لي عايز دبابه اقول له بنزر في ايه. وعامه برضه تجربه السايبر وقتها كبيره، كانت هتعمل ايه؟ هتروح تدفع 5 جنيه في الساعه وتقعد بقى تلعب كونكر او ميدل من غير بوازيك، وبعد كده تلاقي واحد صاحبك اللي واقع على دماغه الريتاردد العبيط واقف لك فوق بقى المابا، عدي يلا عدي، تقييم الحاله رشه خارج، بس هو عم دور خامس. المهم انه وقتها واحنا صغيرين كنا فاكرين ان اي حد عنده 25 سنه 30 سنه هو خلاص هو ما عندوش اي حاجه، هي كلها 10 سنين وهيطلع معاش خلاص، ما فيش حاجه تانية عندنا. انا قسما بالله انا دلوقتي انا 25 سنه قسما بالله ما فاهم حاجه، ورب المصحف ما فاهم حاجه في الدنيا. المفروض بقى انه ايه، انت بتشوفه انت صغير الكبير ده يا لهوي بيروح البنك. انا ابويا لما كان بيروح البورصه مثلا زمان كنت فاكر قسما بالله كنت فاكر البورصه دي مكان اخضر كبير فشخ وفي بورص في الحيطه موجود وهم بقى واقفين، ياه ايه ده السهم طالع. يعني كنت بشوف مثلا حد هيكلم خدمه العملاء، الو ايوه، وقتها كان اللي هو مثلا خدمه العملاء دول هم 4 انفار موزعين على كل الشركات، وانت هتكلم اي حد هتلاقي معاك محمود من خدمه العملاء، يا فندم اقدر اساعد حضرتك ازاي. هو نفس الشخص هيكلمك، فانت عارف انت مسستم نفسك وانت كبير انه هيرد عليك نفس الشخص اللي انت بتكلمه كل مره تقول له ايوه، هيقول لك اه ايه ده انت عارفك تعالى النت عندك باص تاني يصلحوا لك. بس عامه لما كنت صغير اللي هو كنت امتى بقى اكبر واسهر بقى اسهر لحد الساعه 4 الفجر بلعب، انا قاعد ما عنديش حاجه اعملها غير ان انا العب. بعد كده كبرت بقى اكتشفت عندي شغل ومشغله انا عايز ارجع الثالثه ابتدائي. مثلا النهارده بالليل المفروض يعني ده هيبقى اخر فيديو بشعر، علشان النهارده بالليل انا هنزل احلى قرع، عندي خدمه وطنيه. المره الثانيه انا مش فاهم لحد دلوقتي ايه لازمه التربيه العسكريه وايه لازمه البنات.
وانا ليه اقف شحط 25 سنه ادي تحيه العلم وانزل 10 ضغط واقعد اجري بقى ارمح في البتاع واعرف انه 73 ما انا عارف ان 73 حصل فيها عندي كمبيوتر، اعرف اعمل سيرش 73 حصل فيها ايه، اقدر اشوف فيديوهات ابويا هيحكي لي 73 فيها ايه، مش لازم اروح اخر بلاد المسلمين عشان اعرف. كنا فاكرين عامه انه لما نكبر خلاص بقى فلوس بقى فلوس بقى فلوس تعرف تصرف. انا تقريبا اول مرتب اشتغلته يعني اول مرتب قبضته كجرافيك ديزاينر كان 2700 جنيه. قبلها قبل 2019 انا كنت بشتغل شغلانات غريبه. اشتغلت كول سنتر مره، شغلانه اشتغلتها الكلام ده في 2017 تقريبا حاجه زي كده. كنت بنزل الشارع، كان معايا تابلت، الشركه ادتني تابلت، كنت بنزل الشارع واقعد اسال سواقين الميكروباصات بيحطوا زيت ايه ونوع عربيتهم، واقعد اعمل استطلاع اراء كده، والتارجت بتاعي كان 120 ميكروباص. وحضرتك بقى لحد ما وقع تحت ايدي واحد يعني مهندس خريج هندسه شغال على ميكروباص في عبد المنعم رياض، جمع لي بقى صحابه بتوع الميكروباصات بقى كلهم قعدوا يزمروا لي مش عارف ايه وبتاع وايه، يا دين امي ولا كاني كسبت وانس اربح المليون. وقتها انا قاعد بقى شايف كل كل واحد ب 100 جنيه قدامي. بس فعامه انا كنت حاسس ان الطفوله انه لما اكبر بقى اللي هو الدنيا خلاص هتتغير. فاكر 2026 دي بقى عليها عربيات بتطير. فبس فيعني احنا صغيرين كانت الدنيا احسن بكتير. مش هقول من دلوقتي، عامه كانت الدنيا احسن، كانت مع مش عارف ما تعرفش حاجه في الدنيا، قسما بالله كنا عايشين نعيم الجهل. انا دلوقتي عايش في جحيم الجهل برضو مش فاهم يا رب. فبس فانا شايف انه لكل الناس اللي كانت صغيره وكانت نفسها تطلع اللي عايزاه لما تكبر، احنا كبرنا. وفي حاجه والله عايز اقولها بجد مش ههزر فيها. انا مش شايف انه لو انت عندك مثلا 25 26 27 30 سنه ولسه ما وصلتش للحاجه اللي انت عايز تعملها فانت اتاخرت. انت لسه ما اتاخرتش، مش هتتاخر، واللي فيه الخير ربنا كده كاتبه لك يعني. بس مش عارف، حاسس الحلقه ديت مش مضحكه على قد ما اللي هي كانت فيها بعض الحاجات عن الطفوله. انا كنت عايز اعمل كده صراحه، فاحنا كبرنا. وديت بس كانت حلقه النهارده كده، حلقه خفيفه جميله. وبلاش لما تيجي تكلم حد تقول له يا صديقي، واوعى تثق في حد يقول لك يا صديقي. بامانه ربنا اوعى تثق في حد يقول لك يا صديقي. انا فاهم اي حد يقول لك يا صديقي سيبه وامشي. لو بيكلمك في وشه السكه غادر اي مكان فيه يا صديقي على بعد 10 متر. اكتب بقى تحت في الكومنت ايه الذكرى ليك وانت طفل حصلت لك خناقه مثلا مش عارف ايه. وبس كده، يلا مع السلامه.